طبعا انت شفت مليون اقتراح للوايلد كارد في جميع القنوات الفتره اللي فاتت، ولكن الوايلد كارد اللي هنقول لك عليها في الفيديو ده مختلفه تماما. ازيكم يا جماعه في حلقه جديده من برنامج ديدلاين. خلاص يا كابتن يوسف اعلنوا عن الدبل. اتاكدنا خلاص من الست فرق اللي هيبقى عندهم دبل، وهم تشيلسي، مانشستر سيتي، برايتون، ليدز وبيرنلي وبورنموث. حلقه النهارده يا كابتن يوسف هنقسمها لكذا مرحله. اول مرحله هي انت ازاي هتستخدم الخاص بتاعتك كلها للفتره الجايه، وهنديك كذا اوبشن. مش احنا دي الخطه اللي قلناها المره اللي فاتت؟ ما هو انا هديلهم خطتين تانيين النهارده. طيب ولو خلاص يا كابتن يوسف، لو خلاص ايه؟ ما انا هقول اهو. لو خلاص انت مقرر تلعب وايلد كارد الجوله الجايه، هنقول لك على اهم اللعيبه اللي تركز عليها للجوله 33 اللي فيها الدبل، والجوله ال 32 كمان، عشان مش هينفع نهملها. ناس كتير قوي بتعمل وايلد كارد ترمي الجوله ال 32 ومركزه على الجوله 33. هو احنا الجوله اللي ندخل عليها دي ايه؟ ال 32 عاديه ما فيهاش دبل. طب ده مين اللي بيهمل الجوله القادمه؟ عشان بيعملوا وايلد كارد يركزوا فيها على اللعيبه بتاعه ال 33. طب ما يعملوش حاجه خالص ويعملوا في الجوله 33 عشان يعملوا بنش بوست في الجوله ال 33. يا خبر ابيض، ده انتوا رباطيه يا باشا اي سؤال هتساله هرد عليك حالا. اسالك سؤال بقى في الصميم، اسال. انت كام على العالم؟ خد بالكم انا بس ما بلعبش فانتزي. وفي النهايه بعد ما نخلص كل الكلام الجميل ده هنديكم مقترح الوايلد كارد، بس ما تلتزمش بيه 100%. هنوصل لاخر الحلقه، الناس اللي هتكمل معانا هتشوف ان اغلب اقتراحات الوايلد كارد ده اللي جاي في دماغهم، وده اللي في اغلب الناس بتعمله، بس بجد احنا هنقول لكم على حاجه مختلفه. اولا السيتي ليهم دبلين. ماشي حلوه كده، ايه رايك في الصيغه دي؟ انت صحيح موت. ايه رايك في الصيغه دي؟ ايوه الدبل اللي جاي فوته، ماشي. الدبل اللي بعديه ممكن تتربل فيه وماتشاته اسهل من ان انت تستثمر في الجولتين بتوع ال 36 مش بتوع ال 33 وال 34 ولا 32 33. انت عايز توصل ليه؟ انت بجد قلت ارقام كتير فشخ. الاستثمار اللي انا بقوله ده ايه؟ ان انت يا اما تجيب لعيبه كتير او تجيب تريبل، يعني تنفذ التريبل. بالله عليك انت بتقول ايه؟ تنفذ التريبل، تستخدم التريبل. اصل هقول لك حاجه، التريبل دي مهمه جدا. طب بص يا اسطى، لو انت معاك تريبل كابتن ما تعملهاش الجوله بتاعه الدبل الجاي، واعملها في الجوله 36. السته هيكون عندها دبل احسن. اللي انت انا قلته بالظبط. احنا نتكلم دلوقتي على شويه شباب جميله في فورمه كويسه. لو اللعيبه اللي احنا هنتكلم عليها دي معاك منها نسبه كبيره وعايز تعمل وايلد كارد الجوله اللي جايه، لا اجلها. اجلها، خليها الجوله ال 35. انت خلاص ضامن شويه لعيبه وشويه شباب يسدوا معاك الجولتين اللي جايين. كده يتبقى لنا 2 بنش بوست وفري هيت. 100% لو انت عملت وايلد كارد الفري هيت هتبقى في الجوله ال 34. ليه بقى؟ لان كل اللعيبه اللي هيبقى عندها دبل في ال 33 هتبقى بلانك في الجوله ال 34. طيب البنش بوست بقى في ناس كتير قوي وانا منهم هعملها في الجوله 33 اللي فيها الدبل. وانا هعملها معاك. هتعملها معايا؟ طيب. ده الاقتراح الاول واللي اغلب الناس هتعمله. طيب اديك بقى اوبشن تاني ممكن تفكر فيه، لان هقول لك الاوبشن اللي احنا قلناه ده هو يعني عارف اول تفكير بيجي في دماغك في الحاجه هو ده. الاوبشن التاني بقى وهو انك تعمل تبديلاتك عادي جدا، ما تعملش وايلد كارد وتعمل اي حاجه، تعمل تبديلاتك تركز فيهم على الجوله ال 32 والجوله ال 34. حلوه دي. وتعمل فري هيت في الجوله ال 33. الفري هيت اللي في الجوله ال 33 دي هيبقى كلها لعيبه للدبل. فده اوبشن قدامك وده اوبشن قدامك، وانت شوف المناسب ليك ايه واعمله. طب انا قررت خلاص هعمل وايلد كارد، نركز على مين؟ لعيبه. انت عايز لعيبه؟ عايز لعيبه طبعا. ما انا هعمل وايلد كارد ازاي؟ عايز لعيبه تفرق معاك الفتره اللي جايه وتركب الموتوسيكل. بص انا هقول لك حاجه جميله جدا ولذيذه جدا وممكن نطلع منها من الفانتزي. اقول بس كلمه على الكوره وارجع تاني. يعني ما تخرجنيش عادي يعني. ماشي. في حريه راي هنا صح؟ انا هسيبك تكمل الاخر عشان اعرف انت عايز توصل لايه بس. ماشي. السيتي عندهم دبل، عندهم ارسنال وعندهم بيرنلي. ده ماتشات صعبه يا عم، وارسنال اللي هياخد الدوري وبتاع. فكك اكرف. السيتي راجع بفورمه كويسه جدا. جوارديولا عمال بيرجع يخترع شويه حاجات جديده في الكوره، عماله بتكسبه وعماله بتخلي اللعيبه اللي احنا معاه استنى بقى، اللي احنا اصلا بنمتلكها في الفانتزي هي دي حجر الاساس. حلو. اورايلي، سيمينيو، هالاند. جميل. فانت عايز اكتر من كده، اعتمد عليهم في ماتش ارسنال واعتمد عليهم في ماتش بيرنلي عادي جدا. ده انا اقول لك حاجه كمان، انا اصلا فاكر الجمله اللي انا قلتها لك اللي هو ما تعتمدش على التريبل في الجوله مش عارف ايه وخليها في 36. انت ممكن تعتمد عليها دلوقتي. انا غيرت رايي. تعمل تريبل في الجوله دي؟ على مين بقى؟ على اورايلي. اورايلي يا جدعان مهم جدا في الملعب، وبجد هتلاقيه بيتواجد في مناطق خطر
ده تصريح خطير منك. تصريح خطير جدا. انا جاي الناس اقفل لك هتضحي. القناه. الناس هتضحي بالبنش بوست وتروح للتريبل كابتن على كلامك. هم 18 واحد بيتفرج عليه. حلو، 15 هيضحي 15 يضحي ماشي، استاهل. تشيلسي شايف ناس كتير بتعتمد عليها، وانا مش شايف اي مبرر لده. تشيلسي الفورمه مش كويسه اطلاقا، كمان عندهم ماتش صعب قدام السيتي الماتش الجاي، وبعد كده الدبل بتاعهم مش سهل على الاطلاق. فانا شايف ان انت لو عايز حد عشان يبقى عندك دبل من تشيلسي، يعني لعيبه عندها دبل جيم ويك، هو جواو بيدرو. ما تعتمدش على حد خالص من الدفاع نهائيا. وممكن ولو اني مش مقتنع عشان الفورمه، ولكن هو معايا لان لبست فيه، وهو بالمر. دلوقتي حاله تشيلسي غير مطمئنه، ولكن بالمر هم معتمدين عليه بشكل اساسي، فانت ممكن عادي تروح مع بالمر. انا مش شايفها ريسك كبير يعني. يتبقى لنا ليدز وبرايتون وبورنموث. ليدز عملوا ماتش خرافي مع ويست هام في الكاس وتعادلوا 2-2. ومين اللي كان فورمه وجميل ولذيذ؟ كالفرت لوين. جميل. فانت ممكن تعتمد على كالفرت لوين، ولو انت عايز حد من الدفاع ترميه على الدكه او تنزله كده، يعني مش هيخسر، هيلعب ماتشين فممكن يخبط لك في اي نقط، هو جاستن او رودون حبيب قلبي الضخم اللي ممكن يطلع في الركنيه يطلع يحط واحده. بس الكلام اللي انا بقوله لك ده تاخد منه واحد بس، يعني ما تقعدش تعبي بقى، لان هم اصلا يعني الدبل بتاعهم صعب. طيب يبقى لنا برايتون وبورنموث. برايتون ما فيش واحد الصراحه كده يزغلل العين. لو عندك مكان فاضي في الهجوم ممكن تملاه بويلبك. ومن بورنموث ما فيش حد عليه القيمه قوي يعني. الجحيم. هيل حبيب قلبي طلع حط جول. بس هيل ده مش هتجيبه يعني كلين شيت، هتجيبه الديفكون. يا خرابي. وممكن يعني لو عايز تجيب واحد يعني خلاص زنقت معاك، ممكن تدوس في رايان، مع ان الواد ما بيقدمش حاجه لاخر فتره يعني نقط، انما هو في الملعب جامد جدا الصراحه يعني. بس كنقط ممكن المكنه تجيبه ماشي الماتشين الجايين دول. طبعا في ثوابت في الفرق بتاعتنا ما ينفعش نستغني عنها عشان عندهم ماتش واحد بس مش ماتشين. انا شايف اغلب الناس يا كابتن يوسف راحت ان هي تجيب كل اللعيبه اللي عندهم دبل، يعني مدافع من تشيلسي وبالمر وجواو بيدرو، و3 من السيتي، و3 من برايتون، و3 من بورنموث. ده طبعا مش منطقي خالص انك تعمل وايلد كارد وتجيب اللعيبه دي. لازم ثوابت عندك. وافتكر كويس قوي مش لازم اللعيب اللي عنده ماتشين هيجيب نقط اكتر من اللعيب اللي عنده ماتش واحد، وشوفنا ده كتير قوي. فعلى اساس الكلام ده الوايلد كارد هتكون كالاتي. في حراسه المرمى، وده بصراحه انا لقيت ناس كتير قوي معتمده على الاثنين دول، فيربروجن ودارلو. الناس كتير قوي معتمده عليهم. دارلو ب3 و9، فيربروجن برضه دفاع برايتون الى حد ما ممكن يعمل حاجه، ولكن مش لازم تلتزم بالاثنين دول. عندك اختيار كويس جدا هو ممرداشفيلي بعد اصابه اليسون، هيكون من الاختيارات الديفرنشالز كويسه وممكن تفكر فيه. خط الدفاع جابرييل هيبقى عنده ماتش واحد بس ده لا غنى عنه، لانك لو مشيته مش هتعرف ترجعه. هو ما اتصابش في ماتش ساوثهامبتون؟ لا رجع التمرين النهارده ويلعب بكره في الشامبيونز. كاديوجلو من برايتون من الاختيارات الكويسه وهيبقى عنده دبل. جيمس جاستن زي ما اتكلمنا هيكون برضو من الاختيارات الكويسه اللي ممكن تعتمد عليه لو فكرت تعمل بنش بوست. اورايلي اللي واحد من العناصر المهمه جدا جدا، واللي كابتن يوسف قال لك انك ممكن اصلا حتى تفكر تتربله. ورهاني هو ديساسي من ويست هام. ليه بتقول عن ديساسي؟ عاجبني. زي ما بنتكلم وبنقول ان جابرييل من الركائز الاساسيه في الدفاع، فهنتكلم ونقول ان سيمينيو وبرونو من الاساسيين في نص الملعب. الواد ده المفروض يبقى نجم اكتر من كده بكتير يعني. الواد والله مردوده في الملعب يؤهله ان هو يبقى بني ادم اكتر من كده بكتير. هتعمل ريفيل امتى طيب؟ ميتوما من برايتون. لو مش هتجيب ويلبك حبيب قلبي اللي لازم يبقى معاك في نص الملعب، ما اعتقدش ان انا هقبل ان انا هكلمك وانت معكش ديوزبري هول في التشكيله بتاعتك يعني. ما اعتقدش يعني. طب احنا نقعد على ترابيزه واحده كده. معلش لو انت مش عايز ديوزبري هول قوي مجنون ده. جارنر نفس الفرقه معاك كور الثابته وخطير طبعا. واخر لعيب الاساسي الجميل من فولهام هاجوتس. طيب لو انت عايز بقى تريسك كده بلعيب جميل من تشيلسي دبل وبتاع، ممكن تفكر في بالمر. اخيرا الهجوم طبعا هالاند لا غنى عنه، جواو بيدرو من تشيلسي. وممكن بقى يعني انت وتشكيلتك زي ما قلنا، لو جبت ميتوما ما تجيبش ويلبك، لو ما جبتش ويلبك هات ما عندوش دبل. افكرك بكلامك من سنتين. انا احب الناس اللي بتاخد الدرس بسرعه دول. طيب ده التشكيله يا كابتن يوسف اللي هتشوف 80% منه في اغلب الاماكن. طب انا هجيب نقط وهختلف ازاي؟ لازم عشان تتميز تفكر في حد من اللي هقول لك عليهم دول. اولا واحد عنده دبل، استاخ من ليدز، نص ملعب ب4 و8، تاني اكتر لعيب صنع فرص كبيره في الدوري بعد برونو فرنانديز. هيكون من الديفرنشالز المهمه جدا جدا واللي بيعتمد عليه ليدز بشكل كبير، فاعتقد ده يستاهل انك تريسك بيه. سواء بقى مشيت ديوزبري هول، مشيت ويلسون. قلت ايه؟ هو مش انت. لا ما تقولهالوش حد بجد والله. ماشي. سواء مسيت ويلسون ممكن تفكر
انك تجيب بستاخ. اللاعب الوحيد اللي عليه القيمه الموسم ده كله في ليفربول اللي ممكن تريسك بيه وانت يعني معاك مبرراتك، يعني ما حدش هيقول عليك انك مجنون، هو سوبوسلاي. الواد نص ملعب بيعمل الديفنسيف كونتريبيوشن اغلب الماتشات وبيشوط من بعيد جدا، فممكن يخطف لك واحده. فممكن تفكر في سوبوسلاي يعني. اخر لعيب برضو ديفرنشال مهم وخطير جدا في نص الملعب من برايتون، لو انت مش مقتنع بميتوما او ما معكش فلوس انك تكمل تجيب ميتوما، ارخص منه هينشلوود ب5-1 برضو من الاختيارات الكويسه واللي برايتون بتعتمد عليهم بشكل كبير. ممكن يفرق معاك لو الميزانيه عجزت معاك انك مثلا حابب تجيب بالمر وعايز لعيب نص ملعب كمان عنده دبل، ممكن تفكر في هينشلوود. طيب ديزيربي مسك خليك مراقب توتنهام كويس جدا مع المدرب الايطالي الجديد ديزيربي، فاستنى ما تستعجلش، شوف اداء توتنهام تحت القياده الجديده. طيب هنكابتن مين الجوله الجايه يا كابتن يوسف؟ الجوله الجايه اللي هي ال 32 مش الدبل. برونو فرنانديز على ملعبه بس كده، مش محتاج توضيح اكتر من كده يعني بصراحه. يعني هو برونو بس؟ برونو وفرنانديز كمان. طيب انا برضو ممكن اديك اوبشن هو مش معايا اصلا ومش هجيبه الجوله الجايه، ولكن يظل اوبشن بعد الهاتريك قدام ليفربول، هو هالاند قدام تشيلسي. ممكن اوبشن محترم يعني ممكن تفكر فيه. هو انا مركز ولا مش؟ انت قلت مش معاك هالاند؟ طب هتجيبه امتى؟ ان شاء الله في جوله الدبل اللي هي اللي بعدها على طول. اللي بعدها. طيب لو عشاق الجنان، اجمد مهاجم جابوا الدوري الانجليزي في تاريخه وهو داني ويلبيك قدام بيرن. ليه احسن مهاجم؟ مين انا اديته اللقب ده دلوقتي عشان ممكن حد يبقى مشكك ان هو يكابتنه لما يسمع احسن مهاجم دي كابتنه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ونشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، ويا رب تجيبوا نقط كتير. سلام عليكم.